ما فهمتش شنو اللي قاعد يصير في النادي الافريقي. حتى واحد كلوبيست كان متوقع السيناريو ذا. نعرف اللي الفلوس ساعات تغري اللاعبين، توا الكرة ولت فلوس من غير ما تجيب لي جوارات. استحفظ لي على جواراتك، استحفظ لي على الحيط اللي بنيته. انت عبارة تو بنيت حيط، عندك سنين ربي تبني فيه، عملت كيا وطيحته باش تعاود تبني من اول وجديد. كي ما عملنا شيء راه الركائز الكل متاعك استغنيت عليهم دي فوزي البنزرتي اللي رجعنا للفورمة، الفوزي البنزرتي اللي عطاه الثقة في الجوارات وغرس فيهم الثقة. عملت كي وخرجته وعوضته بالكنزاري. شوات اللي عمناو البيتور متاع البطولة. شوات اللي عندك سنين ربي تفركس على بيتور في النادي الافريقي. النادي الافريقي عنده سنوات تفركس على اتاكون نوف كلاسيك. لقيت نوف ربحتوا عام بركة، نجمش تزيدوا، نجمش تستحفظ عليه. تي انا واحد من الناس ككلوبيست في بالي باش يبنيو على القديم، باش يخليو القديم يجدوا لهم، يزيدوهم في السالير على خاطر فرحونا عمناو وجابونا البطوله ومش مزيه. هذا هو التطور، انك تبني على القديم وتحاول تصلح. انت تو طيحت الحيط الكل، طيحت القديم الكل، بعته الكل، وباش تعاود تشكيله جديده من الجديد بالكارير مود. هاي على فكره مازالت العروض مطوله، مازالت النادي الافريقي حاسه باش تزيد تخرج جوارات، ما نعرفش عليه. ان شاء الله ليه ثلاثه ولا الاربعه ركائز اللي مازالوا ان شاء الله يستحفظ عليهم. وان شاء الله خويا ربي معانا عام الجاي، وان شاء الله ربي يوفقنا. ما عندي ما نقول.